لقد تم الكشف عن معلومات مأخوذة من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم تشير إلى استمرار التواصل مع والد اللاعب لامين يامال الذي يتمنى أن يرى ابنه يمثل المنتخب المغربي نظرا لشغفه الكبير بوطنه. المصدر نفسه أوضح أن والد يامال يضغط عليه للاختيار في صفوف المنتخب المغربي بدلا من المنتخب الإسباني، كما أن والدته تفضل أن يرتدي ابنها قميص منتخب أسود الأطلس، وهذا يزيد من فرص الجامعة الملكية في الفوز بتمثيل هذه الموهبة النادرة بالمنتخب المغربي بدلا من المنتخب الإسباني. المصدر أشار إلى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم اجتمع سابقا مع اللاعب يامال ووالده في أكتوبر الماضي خلال مباراة إعدادية جمعت المنتخب المغربي منتخب تشيلي في برشلونة، وأبدى الصاعد الكتالوني إشارات إيجابية حول انضمامه إلى منتخب أسود الأطلس. من ناحية أخرى، أفادت التقارير الإعلامية الإسبانية أن اللاعب يامال اختار اللعب لصالح المنتخب الإسباني في البداية، لكنه في النهاية قرر حمل قميص المنتخب المغربي، وهذا القرار تأثر به ضغط الجمهور بالإضافة إلى تأثير زميله في نادي برشلونة الذي اختار أيضا تمثيل المنتخب المغربي.